il y a un bébé qui est derrière moi, mais il le fait à la manière de Romario. Et ثم توزيعها لبوقرة براسية صوب القائم الثاني وراسية والهدف هائلة من بوقرة ومسعود في المتابعة وفرحة كبيرة من حقه يحتفل بهذا الهدف الجميل جدا بعد توزيعة طويلة. إعادة الكرة من بوقرة في المتابعة من هناك في القائم الثاني مسعود براسية جميلة يتمكن. هذه المرة مرفوعة فوق الجدار كادت تباغت الحارس الشويح. هايلة ممتازة اللقطة من بوقرة يلحق عليها الهادي عادل يغطي كورته كما ينبغي. ممتاز ناحية بودار يوزع كورته هايلة والهدف الثاني من بوقرة وأضاف الهدف الثاني وبالتالي تتعقد الأمور وتصعب على اتحاد عنابة. مراقبة جيدة من الهادي عادل تمريرة ذكية وكرة جميلة دقيقة ومصوبة كما ينبغي صوب القائم الثاني والمتابعة بوقرة فؤاد وبالتالي السيد بالقاسم. Dépossédé du ballon piqué à l'entrée de la surface, sur la tête et le but. Oh, l'ouverture du score et but. Oh, et but de l'équipe d'Annaba. Et 1-0. Oh, quel but. Oui, voici là. Je suis aux côtés de Moustapha Bousri, vraiment très content. Votre premier but depuis que vous êtes avec l'équipe de Annaba. Oh, c'est vrai, on vient de marquer le premier but. Espérons qu'on va rester aussi concentré jusqu'à au moins la fin de la première période. Parce que je pense qu'il y avait quand même une certaine pression de la part du Mouloudia. Il fallait passer les 20 premières minutes. Il attend du soutien à droite, il veut se dédoubler, il regarde le ballon, il frappe. Oh, il enroule la frappe, magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, but extraordinaire marqué par Bourkhlouf. Extraordinaire but marqué par l'attaquant de l'USM Annaba. Presque en pleine lucarne, non? Oh là là, mais c'est magnifique. Regardez comme il a le temps, il enroule du pied gauche, sa frappe qui va aller se loger. Oh là là, là. C'est magnifique, dans le petit filet. Beau but, hein. Oh la classe, regardez ici ce but. Oh, c'est un but de crack là. متابعة أيضا من يونس عادل اللي تقدم بهالكرة مع في العمق وأيضا محاولة تسديدة من سلطاني جميل والهدف هدف التعادل. هدف التعادل لاتحاد عنابة الجزائري في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول. سجله اللاعب سلطاني جميل. لاحظوا التسديدة يونس عادل. يونس يتقدم بهالكرة ويلعبها عالية بالراس. الهدف الثاني لاتحاد عنابة الجزائري. الهدف الثاني لاتحاد عنابة الجزائري في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول. دقيقة 38 من زمن الشوط الأول. سجل الهدف جاب الخير فارس بالرأس بعد أن تلقى كرة عكسية. تلعب الآن الكرة والنتيجة 2-1 لاتحاد عنابة. عكسية بالرأس ولا زالت خطرة الهدف الثالث يسجل اللاعب الهادي عادل. إذا الهدف الثالث يسجل اللاعب الهادي عادل في الدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني. الهدف الثالث النتيجة 3-1 لاتحاد عنابة الجزائري في هذه المباراة التي لم تنتهي إلى الآن ومضى من زمن. كان حصريا فضائيا فقط على أوربت مباراة الشباب السعودي وحطين في لقاء سعودي سوري آخر ولكن في بطولة أخرى. على العموم الكرة ملعوبة الآن لصالح الاتحاد على مرور جيد وقذيفة قوية. جول على طول الكرة
الكرة تلعب في الجول، الكرة تلعب في الجول. بودار مهدي قدم الآن بالهدف الأول. الكرة الحقيقة الآن أصبحت خطيرة، الآن بعد المرور من محمد النزهان الكرة أصبحت خطيرة. شوف المرور هذا هو اللي صنع الهدف، وبالتالي بودار مهدي عنابة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 23 يمر اللاعب بوادر مهدي من الظهير الأيسر محمد النزهان ويسدد بيسراه كرة قوية تمر من فوق رأس الدعيع، مسجلا الهدف الأول لاتحاد عنابة الذي لجأ بعد ذلك إلى الطريقة الدفاعية. وتأكيدا لكلامنا هذا عند الدقيقة 38 من شوط المباراة الأول جبل خير وبقندورة، هذا الأخير يهدر هذه الفرصة. نلعب الدقيقة 30. عادل هادي يحرر الزملاء والأنصار بهذه الكيفية الجميلة جدا. هدف يستحق الإعادة. بعد هذا الهدف تحرر المحليون أكثر وفرضوا سيطرة شبه مطلقة وأهدروا العديد من الفرص. فرص رد عنها أبناء هدان في العديد من المناسبات، لكن غياب الفعالية كانت تنقص رفاق قاسي سعيد. الشوط الثاني كان مغايرا لمجريات الشوط الأول على الرغم من البداية القوية لرفاق جبل خير الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 5. بعد ذلك أبناء والهادي عادل، وضرب الجزاء. الشوشي الحارس الممتاز، سسبانس كبير لمن سيكون التفوق. الكرة في جهة والشوشي في جهة وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. مسعود على من ركلة جزاء يتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 21. شوشي في جهة والكرة في جهة وتلتهب المدرجات. شوف الاتحاد منهزم. تصوروا لو كانت النتيجة لصالح الاتحاد ماذا يكون؟ أرد كل هؤلاء المحبين. وبودار وممتازة من الطرفين. با كانت رائعة وممتازة. رأسية من مسعود وارتماع أجمل. شوف طيران الثمينة من هذه المقابلة لمصلحة الاتحاد والشوشي وبودار من هناك. وسلطاني يعكس الكرة من أروع ما يكون مسعود، من أروع ما يكون مسعود. هاي الإصابة الثانية. مسعود يحرر الرفقة والجمهور بعد كرة جميلة من جميل سلطاني. رأسية ممتازة ورائعة ومسعود يسجل الإصابة الثانية له. جميل سلطاني، جميل وجميل العمل الذي قام به صوب رصيد مسعود. كرة في شباك الحارس الممتاز شوشي. شوف الإعادة، وفي الإعادة فرجة متعة وإفادة وينفجر الملعب وتعدل عنابة. وفي عودة لهادي عادل، المريرات قصيرة، الأرضية الزلجة. هادي عادل يحاول الفريق العنابي باش يقوم بهذا الهجوم الخاطف وانطلاقة من عثماني جميلة جدا من عثماني. بودار أرضية وممتازة والهدف. ممتازة أرضية والهدف. الهدف من رقم 17 ديلمي اللي حقيقة هجوم كان جميل. في الدقيقة 13 يتمكن الفريق العنابي بواسطة هجوم منسق عن طريق الثلاثي هادي عادل السبيحي لتنتهي الكرة عند ديلمي الذي لم يترك أي حظ للحارس
عاصمي محمد رضا. شوف الإعادة والعمل الجيد لبودار في هذه التوزيعة الأولى. المرة الأولى لم يتمكن منها عاصمي، وتجد الكرة ديلمي الذي يتمكن من توقيع الإصابة الأولى في المرحلة. سعيد بن سعيد يحاول يتوقف في الوسط، يقذف الهدف، يقذف الهدف، الهدف في الدقيقة 43. الجمهور العنابي يهتز بعد القذف القوي نتاع اللاعب الشاب بن سعيد 20 سنة، يتمكن في الدقيقة 43 بواسطة قذف. وبودار في تنفيذ هذه المخالفة ليست بعيدة عن مرمى الحارس عاصمي، وكيدي بالمرصاد كما جاءت وممتازة من عثماني، في الدقيقة 41 عثماني يتمكن من إضافة الإصابة الثانية بعد هذه المحاولة وبعد تدخل الدفاع الوهراني كما جاءت. وعلى الطائر عثماني لم يترك أي فرصة للحارس عاصمي محمد رضا لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف. نذكر الهدف الأول كان من تسجيل ديلمي في الدقيقة 13، عدل النتيجة عن طريق ضربة جزاء اللاعب حدو مولاي، وتمكن في الدقيقة 41 اللاعب عثماني من إضافة الإصابة الثانية لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف لصالح اتحاد عنابة أمام مولودية طهران. وفيه بطاقة صفراء لعثماني لصالح اتحاد عنابة لحد الآن مرفوعة لهادي عادل وكالشاملي، والهدف الرابع من هادي عادل، والهدف الرابع في الوقت بدل الضايع. الهادي عادل اللي كان قام بلقطات جميلة خلال هذه المباراة يختم هذه اللقطات بهدف ثالث لصالح اتحاد عنابة امام اهزيج وفرحة الانصار. المباراة في الدقيقة 48 في الوقت بدل الضايع الهادي عادل المدعو كاريكا من مدرسة اتحاد بسكرة يتمكن من بعد الخطأ نتاع المدافع يتمكن مباراة بتفوق اتحاد عنابة. شوط ثاني جميل جدا كان في عرض طيب من الجانبين وخاصة من قبل القاطرة الأمامية العنابية. نذكر بتسجيل الأهداف، الهدف الأول كان من إمضاء ديلمي، ثم عدل النتيجة حدو مولاي عن طريق ضربة جزاء. اتحاد عنابة في منطقة الحارس بالهاني بعد تنفيذ هذه الركنية. الهدف الأول بعد تنفيذ الركنية، الهدف الأول يبدو لي من اللاعب برقم 22 عوامري أو بودار اللي يتمكن من متابعة بعد تنفيذ بودار في تنفيذ الركنية، وعوامري أو بعد خطأ من الهادي عادل تدخل من رقم 22 عوامري اللي يتمكن من تسجيل الإصابة الأولى. وفي الدقائق الأولى من المرحلة الثانية هذه وتهتز المدرجات. شوف الهادي عادل تصدم الكرة نتاعو في العارضة، ثم المتابعة جيدة من اللاعب عوامري الذي يتمكن من إمضاء الإصابة الأولى في المرحلة الثانية هذه. كيف سيكون رد العناصر الصيفية بعد تلقيهم لهذا الهدف؟ وكل الجمهور العنابي يقف كرجل واحد. الأهزيج والصيحات تتعالى من جديد من على مدرجات ملعب 19 ماي 56. عناصر رفاق ستيف منهزم بالهدف الأول، والجمهور يتنفس السعداء. جمهور العنابي بعد تسجيل فريقه للإصابة الأولى يهتز في مدرجات ملعب 19 ماي 56. يحاول الباشي آزر
فريق اتحاد عنابة اللي قلت خاص نذكر كل أن الإعادة والهدف بعد ركنية كودار الهادي عادل فيها ارتباك في صفوف الدفاع، والدفاع الصيفي بالمرصاد. يونس من جديد في منطقة العمليات، والهدف الثاني جميلة جدا من الهادي عادل الذي قلت عنه منذ قليل أنه يؤدي في مقابلة طيبة. والهادي عادل قل في بداية الوصف الحوار سيكون شيق بينه وبين فلاحي ليعدل هكذا عدد الأهداف ويصبح يتقاسم المرتبة الأولى مع فلاحي، تصبح بحوزته 8 أهداف قذفة من بعيد تمكن من خلالها اللاعب الهادي عادل من مخادعة الحارس بالهاني بالساق اليسرى بالرجل اليسرى. يتمكن الهادي عادل في هذه الأثناء من تسجيل الإصابة الثانية لفريق اتحاد عنابة، وفرحة كبيرة في فوق الملعب وفي المدرجات مع دخول بعض المناصرين إلى الميدان. يجب أن تكون مثل هذا التصرفات. شوف الانطلاقة كان تقريبا من وسط الميدان، يونس يحضر كرة جميلة للهادي عادل. شوف لهنا خطأ ممكن ارتكبه الحارس بالهاني اللي ما تمكنش من ايقاف هذه الكرة اللي كانت تبدو لي سهلة، كان فيه رضا خدعته الأرضية، والهادي عادل بالتالي يضيف الهدف الثاني والهدف الثامن بالنسبة له ليصبح هداف البطولة مع فلاحي. عباسي الآن، عباسي والفريق العنابي بالمرصاد عن طريق يونس، إخراج الكرة هذه تماس. فرجة الآن في المدرجات. بأس بها تحضر هذا اللقاء، سيقلص الفارق اللاعب ورحلي باليمين ويتمكن رغم انه الحارس بن عبد القادر في اتجاه الكرة. انطلاقة من اللاعب البديل لموشي وبندريس والهادي عادل. خطأ فادح من بندريس، خطأ فادح من دفاع وفاق سطيف، والهادي عادل يتمكن من تسجيل الهدف الثالث والثاني له ليصبح هداف البطولة، وفرحة كبيرة عند أنصار فريق اتحاد عنابة. وخطأ فادح من بندريس ومتابعة جيدة لقناص الأهداف الهادي عادل وتسجيله للإصابة الثالثة لفريقه والثانية بالنسبة له، ليصبح مجموع الأهداف لهذا اللاعب 9 أهداف بعد تسجيله لهذه الإصابة. متابعة جيدة ومخادعة للحارس بالهاني مع ربما الضربة القاضية. الهادي عادل تمكن باش يسجل الهدف الثالث. فريق وفاق سطيف، صعود الكرة من قبل القائد ايتالي. الوقت بدل الضايع 3 دقائق، الوقت الرسمي ينتهي والهادي عادل وربما الإصابة الرابعة والهادي عادل صال وجال كما شاء وكما يبغي في هذه المباراة. ثلاثية للهادي عادل بعد أن تمكن من تسجيل 3 أهداف وقصف بالثقيل أمام اتحاد الشوية. يبرهن الهادي عادل اليوم في هذه المباراة وأمام وفاق سطيف والجمهور
مرة أخرى يهتز بعد الإصابة الرابعة للاتحاد العنابي، والهدف الرابع والضربة القاضية وجه لوجه أمام الحارس بالهاني، لم يترك أي حظ لهذا الأخير. شوف بتأني وببراعة كبيرة يتمكن الهادي عادل أمام الهفوات العديدة والمتكررة من قبل الدفاع وفاق سطيف أن يسجل ثلاث أهداف أمام اتحاد الشاوية وثلاث أهداف أمام وفاق سطيف، ليصبح الهادي عادل هداف البطولة بفارق هدفين على الهداف فلاحي. 4 أهداف كاملة، والشوط الثاني كامل لصالح العناصر العنابية، 5 أهداف كاملة خلال المرحلة الثانية هذه. الرياضي يحب الفرجة ويحب الفنيات ويحب اللقطات الجميلة ويحب الأهداف الجميلة ويحب أيضا الروح الرياضية. تواصل هجومات الاتحاد العنابي جميلة جدا من الهداف العنابي الهادي عادل، لأن الكرة نتاعو كانت نوعا ما ضعيفة التسديدة، وبالهاني دائما بالمرصاد في المكان المناسب. لقطات جميلة ونعيش لحظات جميلة هنا بملعب 19 ماي 56 بعنابة، والحوار الشيق بين تشكيلة أبناء بونا لانيقة وأبناء مدينة عين الفوارة وعاصمة الهضاب العليا مدينة سطيف. من هناك عشاش وشريط يلعب الآن وفاق سطيف بدفاع متقدم نوعا ما، حاول باش يكون بالمرصاد لمهاجمي الاتحاد عنابة، وهذا بعيدا عن مرماه. بودار مراوغة أولى ثم الفتح، تبقى الكرة ومن هناك بالهامل اللي حقيقة كقلب أو مساعد قلب دفاع بسرعة وشريط وهدف ممتاز. توزيعة من بوشريط ورأسية من اللاعب خمخم أو مخوخ يتمكن من الوصول إلى شباك الحارس زيتوني في اتحاد عنابة من فتح مجال التهديف. نشوف مرة أخرى صعود فوق الجميع، يوزع رأسية وتبقى الخطورة لصالح اتحاد عنابة. ماذا يفعل ويشاوي بالكرة هذه؟ تستجي وانطلاقة ممتازة في العمق، مخوخ ينفرد بالحارس زيتوني ويمضي الهدف الثاني بسهولة تامة. يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 36. يتمكن مخوخ من إضافة الهدف الثاني لمصلحة فريقه بعد توقف دفاع فريق اتحاد بسكرة. بسهولة يضع الكرة على الجهة اليمنى من مرمى منفذة كما ينبغي، بنحاج ولا أروع، رأسية وهدف جميل جدا. الاتحاد هدف والرائد هدف، إنها الفرحة في الملعب وفي المدرجات. يحيى الشريف اللاعب الواعد كاد أن يفعلها لولا يقظة الحارس قووي في الدقائق الأخيرة من المرحلة الأولى. الشوط الثاني أرضية الميدان الثقيلة صعبت من مهمة عناصر التشكيلتين. نلعب الدقيقة 27 البديل عودية، وبعد أن فشل الرفقاء في الوصول إلى مرمى غانم الرقم 17 يتألق ويتمكن من إمضاء وتوقيع الهدف الثاني، وبالتالي تفجير الملعب. وفرحة عودية كانت كبيرة وكبيرة جدا، والكل تنفس السعداء.
28 سيطرة الاتحاد عنابة تتجسد في هدف إطلاق اللاعب قديقة بعد العمل الذي قام به بوشرين، وهدف دون مقابل خلال بداية هذا الشوط. الآن العنابية لم تتوقف عند هذا الحد وتمكنت من إضافة الهدف الثاني بعد هذه الانطلاقة من وسط الميدان الربيح وبعمل فردي وتسديدة قوية يسكن الكرة بشكل واضح. الشوط الأول انتهى على نتيجة هدفين دون مقابل لصالح اتحاد مدينة عنابة. بداية الشوط الثاني كانت لصالح الفريق. لينهي اتحاد عنابة المباراة بفوز مستحق أمام اتحاد العاصمة الذي لم يظهر الشيء الكثير في هذه. مولودية تتواصل في صراعها على ضمان البقاء هذا الموسم، حيث استقبلت فوق أرضية ملعب القليع الجميل فريق اتحاد عنابة وكانت مطالبة بالفوز. دللوا في صورة تذكارية مع باجي وزميلي السابق في المولودية، وأنصار المولودية كانوا كالعادة أوفياء لفريقهم، وأولى كان ذكيا في هذه المباراة حيث غلق كل المنافذ واعتمد على الهجمات المعاكسة التي أثمرت بالهدف الوحيد عن طريق حملاوي بعد تهاون في دفاع المولودية. حملاوي لم يفرح كثيرا بهذا الهدف رغم أهميته بالنسبة للاتحاد العنابي. لتنتهي المباراة بهزيمة تعقد. حملاوي لم يفرح كثيرا بهذا الهدف رغم أهميته بالنسبة للاتحاد. نلعب دقيقة 25 من عمر الشوط الأول لنعيش على وقع واحد من أجمل الأهداف التي قلما نشاهدها في ملاعبنا. الهدف جاء من وضعية ثابتة وراءه الفنان مهدي بودار، واجتمعت فيه عدة خصائص فنية: تقنية التنفيذ، الدقة والجمالية، واختيار المكان المبغوض عند الحراس.
ومهدي بودار رجل اللقاء تفنن، أبدع وأقنع وسجل هدف من المقطوعين، والهدف يستحق الإعادة مرتين. شباب بالوزن balles arrêtées, on l'a vu, c'est l'homme balle arrêtée de l'USM Annaba. Oh le poteau, oh le quatrième but, il était à l'affût. Tobbel Adel qui crucifie son ancienne équipe et qui marque avec encore un joli plongeon de Guesmi. Guesmi le fou, il se jette sur la pelouse. Ah mon Dieu, quelle drôle de façon de fêter, mais là c'était un très beau but, je vous disais, il est dangereux. Je me souviens de ce Mehdi Boudal. Allez, on va d'abord revoir le ralenti. Regardez le poteau qui sauve Gemili. Mais il était à l'embuscade, en embuscade. Adel Tobbel, l'enfant de Tlemcen, l'enfant du Wad de Tlemcen, qui crucifie son ancienne équipe. Ah oui, 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 oui. Et là, il était en embuscade. Et grande discussion. Alors, y avait-il position de hors-jeu ou non? C'est vrai que le ballon renvoyé, le joueur était isolé dans la zone. Il reste 3 minutes. Alors, monsieur Amalo, en grande discussion. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du Kofi Kodjia dans l'air. Allez, je ne sais pas si c'est des erreurs d'arbitrage. Osons espérer que ce sont des erreurs. Alors, que se passe-t-il? Le but va-t-il être validé? Grande discussion. Tout à l'heure. Ah oui. Ah, il faut voir les Annabi comment ils fêtent le but. Alors, grande discussion. Que se passe-t-il? La victoire des Annabi sur le score de 4-2 face au Wad de Tlemcen. Boudal avait ouvert le score à la 15e minute. عن طريق الثلاثي عباسي وكردوسي ووشاوي الذي فتح باب التسجيل بعد 10 دقائق من انطلاق اللقاء. دلالو ممتازة اللقطة هذه، رائعة، كل كورة في موقع حساس جدا، ودلالو بداك كبير حتى أرضية، بوغرارة ما تمكن حتى شيء، وكذا الفريق والجمهور العنابي يتنفس السعادة في الدقيقة 44. مخالفة منفذة كما ينبغي. دلالو يتمكن من تسجيل الإصابة الأولى. جامعة عنابة هدف، شبيبة القبائل 0، وربما رايح يكون اللعب مفتوح. وشوف الكرة الجميلة، جميلة جدا، قذفة مصوبة كما ينبغي. ما قدر بوغرارة يعمل حتى شيء أمام قذفة دلالو. راح تكون المباراة مفتوحة حاليا، وراح يخرج شبيبة القبائل من الخطوط الدفاعية. مرة أخرى الإعادة والهدف الجميل، مرة أخرى الإعادة والهدف الجميل. هدف Mehdi Boudal. Le centre, attention, et c'est le but. Oh, le but extraordinaire, on n'a pas vu. C'était très rapide et c'est Guesmi. Guesmi Hamza, à qui on va accorder le but? C'est la joie des fans Annabi qui se sont déplacés à Batna. La défense, allez on revoit, c'est Rbih. Et qui a touché le ballon? Oh, c'est Guesmi. Et du ventre s'il vous plaît. ركنية الحين لاعبين نتاع الوفاق يقولوا ما فيهش ركنية،
على كل ان الحكم قريب من اللقطه. تنفذ الركنيه عوديه يفعلها في الدقيقه 23. كان تبديل في محله مناسب. عوديه يلهب المدرجات في الدقيقه 23. في الدقيقه 23 وهو 19 ماي 56 يلتهب وكرجل واحد صيحات أهازيج تتعالى. فرحة في الميدان في دكة الاحتياط وفوق أرضية الميدان وفي المدرجات. عودية فعلها براسية في الدقيقة 23. هدف مقابل 0. فسيكون رد وفاق ستيف. كيف سيكون؟ سحب اللون الأبيض والأسود. عودية والهتافات والأزيج. ركنية من حملوي نسيم وبراسية محكمة برغم من وجود فرجي ومدافعين إلى أن الكرة سكنت شباك. وهدف مقابل 0 اتحاد عنابة. وباليمنى ستكون مقوسة بعيدة وتدخل الدفاع. زازوس هو رمضان دلالو وفوق المرمى. أصبح يحلم بالفوز بالسيدة المدللة بكأس الجمهورية. صور رائعة ودلالو ممتاز. بأن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة لمن هناك. بودار يحاول التسديد. هادي عادل في مربع العمليات وكانت ممتازة. سد منيع والحكم يعلن عن ضربة الجزاء. خطير مسعود على كل. أينما يكون مسعود يكون الخطر. إنها ركلة الجزاء. هيا الإعادة وبالفعل ضربة جزاء لا غبار عليها. يتأهب مسعود ومن جهة أخرى صمدي. مسعود الكلمة الأخيرة لمسعود ويتمكن من إسكان الكرة في شباك الحارس صمدي. و0. شوف عن مسعود وباليمنى يرد كال ثم القايد دلالو وبقرة ولا أروع ولا أجمل. وانتو واحدة طويلة من دلالو من رضا من مدلل الأنصار اتحاد عنابة رأسا ومباشرة لبقرة. 1 2 يرفعها فوق الرؤوس ورويدا تسكن الكرة شباك الحارس صمدي. إنها الإصابة الثانية في الدقيقة 24. إنها الفرحة العارمة فوق المستطيل الأخضر وفي المدرجات. هي الإعادة وفي الإعادة فرجة متعة وإفادة. وبقرة فؤاد يتمكن بذكاء. عملية الرأسية بوعيشة العريضة والهدف. ولا هدف وإصرار من بخاري على توقيع الهدف الأول لاتحاد عنابة في الدقيقة 2 من بداية الشوط الثاني. وفرحة كبيرة لبخاري ولعناصر اتحاد عنابة ولأنصار اتحاد عنابة. هذه التوزيعة والتمريرة من والناس. الرأسية الأولى من بوعيشة أو كرة بوعيشة تصطدم في المرة الأولى كما نشاهد. رأسية بوعيشة بالفعل في العارضة تعود وتجد بخاري في انتظارها لوضعها في مرمى الحارس أسرير وبالتالي يوقع الهدف الأول في المباراة. وفرحة أنصار اتحاد عنابة بالمدرج.
مباشرة في الدقيقة الثانية من انطلاقة المرحلة الثانية من هذه المباراة، بعدما كان شباب بلوزداد متفوق بهدف مقابل 0. الهادي عادل في المكان المناسب يتمكن من تعديل النتيجة، ثم نفس اللاعب الهادي عادل يمنح التفوق لصالح فريق اتحاد عنابة في الدقيقة 68 من المباراة بهذه الكيفية، المراوغة والتسديدة بالرجل اليمنى، هدفان مقابل هدف واحد. ثم يتمكن شباب بلوزداد في 4 دقائق قبل نهاية المباراة بواسطة بوفرما من تعديل النتيجة، هو كذلك برجله اليسرى، هدفان لمثلهما. ولكن في الدقيقة 90 من المباراة عوامري يمنح التفوق و3 نقاط لفريق اتحاد عنابة الذي يخرج نوعا ما من منطقة الخطر. عوامري في الدقيقة 90 يسجل بهذه الكيفية الهدف الثالث لصالح فريق اتحاد عنابة رغم تجمع عدد كبير من لاعبي شباب بلوزداد في منطقتهم، وفوز مهم جدا لفريق اتحاد عنابة. شباب وبوجه مغاير تماما لمواسم خالد، يريد أن يصنع لنفسه مكانة ومهابة تجعل كل الفرق تحسب له ألف حساب. في هذه المباراة لم ينتظر أشبال المدرب عمراني طويلا لهز شباك الحارس الدولي نسيم أسري، فبعد هذه الكرة الثابتة لبودار مهدي في الدقيقة 7 ربيح يوقع على شباك بلوزداد معلنا أول هدف في المباراة ليشعل فرحة كبرى في المدرجات، والجمهور العنابي بدأ يعيش أحلى أيام. أبناء العقيبة ردوا عن الهدف السريع بمحاولة قوية كان وراءها أكنيوان، كانت مصوبة كما ينبغي، والحارس وضاح يتدخل منقذا شباكه من هدف محقق. الآلة العنابية انطلقت وأصبح من الصعب توقيفها، محاولة من عبد السلام وافتكاك رائع للكرة وتمريرة لبن سعيد يفشل في الالتقاط، وربيح أتى من بعيد وكاد يضيف الإصابة الثانية. نلعب الدقيقة 13 والمحاولات العنابية كالسيل الجارف لا تعرف التوقف. ربيح ينطلق السهم يتوغل في المنطقة المحرمة، لا خيار أمام المدافع إلا العرقلة من الخلف، والسيد زواوي بوبكر الذي أدار اللقاء بامتياز يتدخل معلنا ضربة جزاء واضحة لأصحاب الأرض. الهداف قاسمي يتولى التنفيذ وأراد أن يلامس الشباك على طريقة زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم، لكنه يضيع، وفرصة ذهبية تهدر لتعميق الفارق في الدقائق الأولى لقتل المباراة. شباب بلوزداد رفض الاستسلام وقاوم إلى آخر لحظة، وكانت هذه المحاولة ليوسف صايبي في الدقيقة 17. نلعب دقيقة 25 من عمر الشوط الأول لنعيش على وقع واحد من أجمل الأهداف التي قلما نشاهدها في ملاعبنا. الهدف جاء من وضعية ثابتة وراءه الفنان مهدي بودار، واجتمعت فيه عدة خصائص فنية: تقنية التنفيذ، الدقة والجمالية، واختيار المكان المبغوض عند الحراس. ومهدي بودار رجل اللقاء تفنن، أبدع وأقنع، وسجل هدف من المقطوعين، والهدف يستحق الإعادة مرتين. شباب بلوزداد صنع فرصة أخرى لتقليص الفارق، لكن محاولة ميباركي مرت عالية، ونهاية المرحلة الأولى بتفوق اتحاد عنابة بالنتيجة والأداء والسيطرة المطلقة بالطول وبالعرض، وتحكيم جيد للسيد الزواوي الذي كان في المستوى. الشوط الثاني حاول الزوار الدخول بقوة للعودة في النتيجة، فكانت هذه المحاولة لأكنيوان في الدقيقة الأولى، ثم عواد في الدقيقة الثالثة، ابتداء من الدقيقة 5 من عمر المرحلة الثانية. وبعد هذه المحاولة الرأسية لبن سعيد وقسمي شاهدنا سيطرة كلية لاتحاد عنابة، فرض منطقه في اللعب وواصل مهرجان الحملات الهجومية. هذه المرة الهدف جاء بعد تمريرة طويلة على الطريقة الإنجليزية في العمق باتجاه بن سعيد، يخترق ويتوغل بطريقة رائعة وناجحة، يفلت من مراقبة المدافع ويضيف هدفا ثالثا جميلا ورائعا. ظهر اليوم هو كذلك بعد أن استقبل شبيبة بجاية في لقاء أيضا كان صعبا. ياسين مخلف. أول محاولة في هذا اللقاء الذي جمع اتحاد مدينة عنابة بالزي الأحمر بشبيبة بجاية كانت لصالح المحليين. عباسي على الجهة اليمنى يراوغ ثم يفتح نويوة، حارس شبيبة ينقذ مرماه. رد فعل شبيبة بجاية كان عن طريق بن مقران الذي ينفرد بالحارس لكنه يخفق أمام عبد النوري.
الزواني بعد ذلك في هذه المخالفة لكن فوق المرمى. اتحاد مدينة عنابة كان الأحسن خلال هذا اللقاء ولعب كثيرا على الجهة اليمنى لمرمى الحارس نويوة، وهذا دلال ناحية ويشاوي يتوغل لكن في أيدي الحارس. الدقيقة 23 خطأ في دفاع الشبيبة يستغل عباسي، ثم عليم يأتي من بعيد وبقذفة قوية يسكن الكرة شباك الحارس نويوة. رفاق بوعسيدة كمان لم يكتفوا بهذا الهدف وراحوا يهددون مرمى بجاية عن طريق دائما عباسي ناحية دلالو، بدوره يفتح لكن الدفاع يتدخل لإبعاد هذه الكرة. دائما على الجهة اليمنى ويشاوي يقذف أمام خروج الحارس نويوة لكن بوعون يخرج الكرة برأسه، وإلا لكان الهدف الثاني لصالح الاتحاد، لينتهي هذا الشوط على نتيجة هدف دون مقابل لصالح اتحاد عنابة. الشوط الثاني هذا لم يكن في مستوى الشوط الأول، لكن السيطرة بقت دائما عنابية، وهذا صيفي ينفرد بالحارس يتوغل لكنه يخفق أمام الدفاع. أخطر فرصة لصالح الشبيبة بجاية كانت بعد دخول ولد ربح، هذا الذي يتوغل لكن كرته تنتهي في أيدي الحارس عبد النوري. مباشرة بعد هذا الهجوم هجوم معاكس آخر لاتحاد عنابة، صيفي يستغل خروج نويوة ويوقع الهدف الثاني، كان ذلك في الدقيقة 62 من عمر هذا اللقاء. وكان بإمكان الاتحاد إضافة أهداف أخرى لو أحسن استغلال بعض الفرص كهذه التي كان وراءها عليم الممتاز الذي يفتح ويشاوي بدون ما يوقف الكرة يضيع. دفاع الشبيبة لم يكن في يومه، وهجوم الاتحاد لم يستغل الفرص العديدة التي أتيحت له، وإلا لكانت النتيجة أثقل. هدفين مقابل 0 كانت النتيجة النهائية لهذا اللقاء. هدفان مقابل 0 لاتحاد عنابة ومركز خامس. الوضعية الجيد، الملعب الجيد لاتحاد عنابة والوضعية الجيدة كذلك للتصوير تعطيان صور جميلة نراها من عنابة. هزيمة لم يسبق وأن تلقاها منذ زمن طويل اتحاد العاصمة، وتعتبر الأولى من نوعها بملعب حمادي. كيف حدث ذلك؟ مسعود شيشة. جمهور اتحاد الجزائر فاجأ فريق اتحاد عنابة الذي حقق مفاجأة كبيرة في هذه الجولة وربما الأكبر خلال هذا الموسم. اتحاد عنابة غاب عنه ثلاثي كردوسي بوغوندورا وبهلول، أما الاتحاد المحلي فتأثر لغيابات حمدو جحنين مزاير ويشاوي وبلال زيري. نية اتحاد عنابة في الفوز تأكدت في الدقيقة الثانية من انطلاقة المقابلة بعد فتحة يونس طرشي يسجل الهدف الأول. الدقيقة الرابعة حمداني وقالول وبقية الرفقاء حاولوا تعديل النتيجة لكن بدون جدوى. الدقيقة الثامنة تماس على الطريقة الإنجليزية من غول، وتنتهي الكرة عند حاج عدلان الذي كان في المكان المناسب وتعديل النتيجة. الخطورة من اتحاد عنابة تواصلت، حيث كاد يونس في هذه اللقطة من إضافة هدف ثاني لولا فتنة الحارس صلاح الدين. دقيقة 31 عمل ثنائي بين عاشي وحاج عدلان ينتهي عند هذا الأخير الذي ينجح في تسجيل الهدف الثاني بطريقة جميلة. مخالفة لصالح اتحاد الجزائر في التنفيذ دائما غول لكن بدون نتيجة. مخالفة أخرى لاتحاد عنابة عن طريق سلطاني والكرة جانبية، لينتهي الشوط الأول بتفوق المحليين هدفين لهدف واحد. الشوط الثاني حدث ما لم يكن منتظرا، سيناريو فاجأ المحليين. الدقيقة الثالثة جاب الخير على الجهة اليسرى، عمل فردي يكلل بهدف التعادل. يتحرك العنابيون بقوة. بقية المقابلة اعتمد فيها اتحاد مدينة عنابة على الهجومات المعاكسة التي كانت قاتلة بالنسبة لاتحاد الجزائر. جاب الخير ودائما عن طريق المراوغة يتمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة.
رغم الهزيمة محاولات اتحاد الجزائر كانت قليلة وقليلة جدا، مثل هذه المخالفة وتدخل الحارس العنابي. هجمة معاكسة أخرى من جانب اتحاد عنابة انطلقت من هنا من منطقة الدفاع. عمل في المستوى ابتدأ به الهادي عادل، تمرير لأحد الرفقاء لتنتهي الكرة عند الهادي عادل وتسجيل هدف آخر لاتحاد عنابة، وهو الهدف الرابع في هذه المقابلة. المحليون استسلموا للأمر الواقع وتلقوا هدفا خامسا وهو الثالث لفارس جبل خير. هدف سجل بكيفية سهلة أكدت الوجه القوي الذي ظهر به فريق اتحاد عنابة أمام اتحاد الجزائر. رغم الأهداف المسجلة إلا أن اتحاد عنابة واصل اللعب بنفس الطريقة وكاد أن يعمق الفارق في أكثر من مناسبة، لتنتهي المقابلة بهزيمة ثقيلة وقاسية لاتحاد الجزائر. قعدنا اليوم في المقابله هذه عنابة تستحق الفوز. كانوا قويين على اليوزما، ما نجمش نقول لك اليوزما يعني فريق لا باس به، وكان نقول بتاتر كان يخمم على دوت ريزلتا ونسانا حنايا، ولا هذه اللي عطاتنا فرصه حنايا، وحنايا الفرصه هذه ما خليناش عقبت. شوف بلي فريق اتحاد الجزائر اليوم يستحق انه ينهزم 5-2. يستحق اكثر، انا كما نقول، لان كنا نشوفوا الفرص اللي جاونا وما سجلناهمش، فهمتي، ما كانش في نهارو. اليوم اتحاد الجزائر ما كانش في نهارو. معايا باسكو شاك ماتش يكونوا لي زوكازيون وما يكونوش لي بيت. اليوم الحمد لله على ريسيت كاين، ان شاء الله تكون في لي ماتش الجايين ان شاء الله. الكره هذه دلالو ممتازه اللقطه هذه، رائعه، كل كره في موقع حساس جدا، ودللوا بذكاء كبير حتى ارضيه بوغراره ما تمكن حتى شيء. وكذا الفريق والجمهور العنابي يتنفس السعداء في الدقيقه 44. مخالفه منفذه كما ينبغي، دللوا يتمكن من تسجيل الاصابه الاولى. جامعه عنابة هدف، شبيبة القبائل 0، وربما رايح يكون اللعب مفتوح. وشوف الكرة الجميلة، جميلة جدا، قذفة مصوبة كما ينبغي، ما قدر بوغرارة يعمل حتى شيء امام قذفة دلالو. راح تكون المباراة مفتوحة حاليا، وراح يخرج شبيبة القبائل الدفاعية مرة اخرى لإعادة والهدف الجميل، مرة اخرى لإعادة والهدف الجميل، هدف مقابل 0. ونعيش الدقيقة 45، وربما سيد لاكار يلعب في الوقت الإضافي. كردوسي يحاول يقدم الكرة نتاعو، عباس كردوسي، الكرة دائما عنابية، ورقم 3 خلفي تحت تصفيقات الجمهور، دللوا بالرأس ما يتمكنش، والدفاع راح موني وخلفي، جابري يرجع للوراء لبعسيدة وسلاطني. حاول فريق عنابة باش يتحكم أكثر في الكرة وفي المباراة. مليحة مرفوع، هايلة 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 من عباسي والفتحة الجميلة. حقيقة فنان اللعب هذا عباسي، مصوبة كما ينبغي. أول لقطة ساخنة في الشوط الأول، الشوط الثاني هذا. شوف الإعادة، والعارضة تقول لا لرأسية عباسي، اللاعب المدلل والأنيق لفريق جمعية عنابة. يتحسن من مقابلة الأخرى. مدان حكيم رغم تقدمه في السن لانه ما زال قادر على العطاء. قايد مدان حكيم، قايد سلاطني ينقذ الموقف، وامامه وعديه يفضل يروح لمن؟ لجبلي وجبري والتمريرات وتنسيق كبير بين عناصر جامعة عنابة في هذه الآونة. مراقبة بالصدر من عليم، يفضل يخلوا فيه، ثم امامه عباسي، تمريرات جميله جدا بين عناصر
جامعة عنابة. وفي نهاية المطاف يقول السيد لاكار مخالفة لصالح جامعة عنابة وعباسي. حقيقة عرفت المقابلة حيوية كبيرة خلال المرحلة اللي يترك اللعب. عباسي الهدف الثاني، عباسي والهدف الثاني، عباسي والهدف الثاني. حقيقة ممتاز ممتاز عباسي رقم 10 مايسترو حقيقي، يتمكن باش يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 17. كانت العمل كان من عباسي وشاوي تمكن في الدقيقة 17. شوف العمل الرائع، وشاوي وحده تمكن باش يخادع الحارس بوغرارا، وإصابتين دون مقابل لصالح جامعة عنابة والجمهور الغفير والغفير جدا هنا في عنابة. فرحة كبيرة من قبل هذا الجمهور حسن. وهو كذلك عبد العزيز فريق جامعة عنابة عن طريق المايسترو عباسي استطاع باش يضاعف النتيجة، وبالتالي ربما راح نشاهدوا مقابلة أحسن، وبقية اللقاء سنشاهدوا فنيات أخرى عروض أخرى، وسيكون الجمهور هذا اللي حاضر بقوة من مشاهدة ومتابعة ومعاينة لقطات فنية من فريقين هما فريق شبيبة القبائل، الفريق القوي والفريق ذو التجربة والخبرة والحنكة، أمام فريق شاب فريق طموح هذا الموسم ألا وهو فريق جامعة عنابة. وبعد مرور 18 دقيقة مقابلة متوقفة بعد احتجاجات من قبل مدرب فريق شبيبة القبائل كمال موافع. احتجاجات ما فهمناش الأسباب نتاعها، ولكن المقابلة الحكم لاكار اللي مؤدي دوره على أحسن ما يرام. يبدو لي حسن الاحتجاجات على شرعية الهدف، يعني مرة أخرى نتأكد من لقطة نشوف مع المشاهد الكريم إذا كانت هناك وضعية تسلل أم لا. بونة تاريخية من العام 1944 ثم تغيير الاسم العام 1962 إلى الاتحاد الرياضي الإسلامي لعنابة والنادي الرياضي حمراء عنابة في 1971. عناوين واحدة وإن تغيرت لمدينة القبطان الحاج محمد صالح بفرماس وعلي عطوي لأزقة برز وتعلم فيها فنون المراوغات صالح تاي واستبسال إبراهيم بوترعة في الحراسة. لعنابة التي تملك عائلتها قصصا مع الكرة في شاكلة بوفايدة وابو منجل لأجيال شنيني ثم قطاي، أجيال مرت من هناك قادت الفريق بين قسم أول وثاني على فترات. جيل العام 84 إلى 93 الذي برز بالمركز الرابع في البطولة، جيل 98 2006 بنفس المركز، وتاريخ صعب يوم 9 جويليا 2011 عندما نزل النادي مرة ثم أخرى موسم 2017-2018 عندما وجد الأنصار محبوبهم بين الهواة. بين الهواية والهوى دفع به المحبون فعاد سريعا ليحطم الأنصار كل الأرقام في المناصرة فوق المدرجات في صنع أجمل اللوحات، مع الحلم الدائم بعودة الكبير بين الكبار، لأن من يملك قوة الأنصار مطالب بامتلاك قوة الانتصار. والهدف الثاني من ربيعي حمزة، الهدف الثاني من ربيعي حمزة. الاتحاد اليوم تاسعا في مرتبته متطلعا لموسم آخر قبل عودته، مثلما عاد جيل رضا عباسي ويشاوي بوعصيدة والبقية، مثلما رافع للراية الوطنية في كأس العربي للأندية، مثلما حافظ الأنصار على الأمانة والوصية. هناك صوت يدوي بجبل إسرايدي، بالكور، بسيد إبراهيم وبلاس دارم. هناك صوت واحد يهتف بحياة المدينة ملكة البطولة وكأس واحدة في ملاعب الجمهورية.
جابوا ليسمار لجامي هابوا ولا لسيدي ابراهيم جدالتها جامعة عنابة لازم ترجع لبلاصتها. هو صوت واحد يعلو يناديكم يطالبكم يا عادي يا معيزة حان الوقت لأعود إلى مكاني الطبيعي. والله دي فوتو لحمك كي تشوفهم. عنابة ما تستاهلش تكون في الأقسام اللي لتحت. عنابة مكانة تاعها في الناسيونال إن. اليوم ضيفه أولمبي الشلف بعيدا عن دياره وبالضبط بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة سامي بعد العقوبة المسلطة من طرف الرابطة الوطنية على ملعب 19 باي. هدف وحيد سجله كما نشاهد السلطاني في الدقيقة 25 من الشوط الأول. هذه إعادة الهدف الذي سجله السلطاني، هدف يبعد أبناء بودا نهائيا من دائرة الضوء الأحمر، علما وأن الاتحاد لم يسجل أي هدف خارج بونا منذ بداية مرحلة العودة، ولم يسجل أي فوز له خارج الديار أيضا. يقذف الهدف في الدقيقة 43. الجمهور العنابي يهتز بعد القذف القوي نتاع اللاعب الشاب بن سعيد 20 سنة، يتمكن في الدقيقة 43 بواسطة قذفة قوية وأرضية. كان شاف الرواق وبقذفة قوية. كرة القدم علمتنا كل شيء ما فيهاش المستحيل. ناحية مشرفي اللاعب الاحتياطي وتمريرة ناحية تدريس الجناح الأيسر، وهدف التعادل في الدقيقة 16 من الشوط الثاني. إعادة الهدف مشرفي كجناح أيمن، فتحة ناحية اليسار حيث هناك المهاجم الأيسر بضربة رأسية محكمة، هدف التعادل. فرص أخرى لهجوم عنابة أمام الحارس متير، هذه المرة جغال ومتير يخرجها ركنية، هدف يرفض الحكم. نشوف الإعادة، لاعب العنابي كان في وضعية تسلل ولكن الكرة وصلته من مدافع من جمعية وهران، من جمعية كيميائي وهران. نشوف المدافع عندما يرجع الكرة. المهم أن الحكم كان قريب من اللقطة وكان شاف المساعد نتاعو اللي يرفع الراية، ولكن ربما لم ينتبه إلى المدافع الذي أعاد الكرة. المهم هذا الهدف والنرفزة في اللحظات السابقة أدت باللاعبين باش يفقدوا السيطرة عن أعصابهم، وثلاث بطاقات حمراء لتصبح النتيجة هدف دون مقابل. لاعب سناطني برأسية محكمة سكنت شباك الحارس الساشاني، كان ذلك في الدقيقة 60 من عمر هذا اللقاء. 6 دقائق بعد ذلك نجم البرودي يستفيد من ضربة جزاء بعد لمسة يد في منطقة العمليات، يتولى تنفيذها اللاعب حبيب مقلصا النتيجة. هدفين لهدف كانت النتيجة النهائية لهذا اللقاء. Admani qui décolle, j'allais dire qui... Et ça peut être l'occasion du but, oui, c'est l'égalisation. Égalisation pour l'USM Annaba. Égalisation pour l'USM Annaba, alors que plus personne ne l'attendait, cette égalisation. Elle vient d'un défenseur, cette égalisation de l'USM Annaba, puisque les joueurs du Mouloudia Doran qui étaient fixés, vous voyez que véritablement il faut toujours jouer jusqu'à la dernière minute. Salhat de l'intérieur du pied. De l'intérieur du pied, qui a bien mis le ballon de portée de Hassimi, qui égalise dans le temps additionnel. Annaba, alors l'USM Annaba va-t-elle créer l'exploit? On va le savoir. Attention, ça peut être le troisième but. Le ballon qui est dégagé par la défense du Mouloudia Doran. Oh, quel moment on vit dans ce match, dans ces dernières minutes.
Un match qui est véritablement fou. Attention, ça peut être également une occasion de but pour Annaba. Et la défense du Mouloudia de Rouen qui perd complètement les pédales et qui dégage comme elle peut. Difficile. En tout cas, c'est bon pour Annaba qui a l'occasion de faire ce match nul. Et puis c'est pas terminé, puisqu'ils voudraient donc eux aussi avoir l'avantage. Et encore une fois, Abbassi lance balle en direction de Hassimi qui dégage directement vers son coéquipier Daoud Bouabdallah qui est remonté, qui est devenu un défenseur. Pas pour longtemps. L'USM Annaba qui met la pression, qui met le pressing dans ce match avec Boudar qui va essayer de trouver son coéquipier, mais l'arbitre met fin au débat sur ce score de 2 buts partout sous le joueur Annabi, Younes Adel, qui était bien parti pour ajouter un deuxième but. Le président du USM Annaba, Meribout, et Mezlini, l'entraîneur, pas content. Ils le font savoir sur le banc, sur la touche, et ils réclament le joueur Annabi, Younes Adel, qui était bien parti pour ajouter un deuxième but. Le président du USM Annaba, Meribout, et Mezlini, l'entraîneur, pas content. Ils le font savoir sur le banc, sur la touche, et ils réclament الميدان لبن سعيد يحاول يتوقف في الوسط، يقذف والهدف الهدف في الدقيقة 43. الجمهور العنابي يهتز بعد القذف القوي نتاع اللاعب الشاب بن سعيد 20 سنة، يتمكن في الدقيقة 43 بواسطة قذفة قوية وأرضية من مخادعة الحارس للزوم، حارس مولودية العاصمة. ونشوف الإعادة معا، شوف كان شاف الرواق وبقذفة قوية تمكن باش يسجل هدف التعادل، هدف جميل جدا في الدقيقة 43. هذه كرة القدم. قلت الفريق يبقى يأمل حتى الدقائق الأخيرة. الفريق العنابي يسجل هدف التعادل بعد ما تلقى هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب بن صلاح. هدف كان مباغت من طرف اللاعب بن صلاح في الدقيقة الأولى، وربما المباراة تعرف حيوية كبيرة، وربما سيرجع فريق المولودية العاصمية إلى الخلف. وراح نشوف هجومات مكثفة من طرف اتحاد عنابة. بوغندورا وإلى الأمام ناحية بهلول، من هناك بوعصيدة في صراع الكرة مع بهلول، و6 أمتار لصالح الحارس الزوم والمولودية. مساعد الحكم أو الحكم الرابع سيد بدوي يقول فيه 3 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة هذه اللي تفصلنا ولا يفصلنا عن وقتها الرسمي دقيقة واحدة. إذا سنعيش حوالي 3 دقائق إضافية. انطلاقة من يونس، من هناك لبن سعيد مسجل الهدف، وخروج الكرة للركنية. هل ستأتي هذه الركنية بجديد؟ نشوف صعود كل العناصر العنابية صوب منطقة الحارس للزوم، وجابالي في تنفيذ الركنية هذه أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين. وتدخل الدفاع العاصمي. تبقى الكرة عنابية، وركنية أخرى لصالح اتحاد عنابة ولصالح جبلي، وضغط كبير. تعرفوا منطقة الزوم في هذه الآونة الوقت الرسمي ينتهي، إذا نلعب بالوقت بدل الضيع. وركنية من تنفيذ جبلي ناحية القائم الثاني، وتدخل اللاعب الممتاز إبراهيم وحيد. من هناك انطلاقة من انساسي جغال بخدي مع عبد القادر، يبلغ من العمر 20 سنة. دخل في هذا الربع ساعة الأخير من المقابلة في مكان شيب عبد العزيز الجناح الأيمن. يستغل هذه الفرصة ويضيف الهدف الثاني لصالح اتحاد جامعة عنابة، لتصبح الآن هذا الفريق
متفوقا بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد امام سريع الكترونيك بلعباس. وبعد مرور 37 دقيقه من الشوط الثاني اللاعب مسجل الهدف بالقدي. يكمل الكرة شغال طاي للطاي لبنساسي. بنساسي بنروح الجهة اليمنى على قطاي لكن لصالح سريع الكترونيك بلعباس عن طريق بحجار. سلطاني جميل، سلطاني جميل لعثماني، عثماني يتقدم امامه زوج مدافعين يتمكن وبهلول الخط الامامي للاتحاد يؤدي دوره كما ينبغي في هذه المرحله الاولى، الى انه لم يتمكن. شكرا يا محمد يا عياط. نشوف العمل نتاع عثماني ايصال الكره لجاب الخير بالكعب ممتازه. جاب الخير عمليه الوانتو توغل جاب الخير بودار يا سلام، رائعه ممتازه هايله من بودار وفي اصعب البقاع لمرمى الحراس تمكن بواسطه تسديده قويه جدا بودار. وفي الدقيقة 44 تسديدة قوية وعمل جيد من جاب الخير بودار وباليمنى وكما ينبغي بأخذ البقاع الصعبة للمرمى يتمكن من إضافة الهدف الثاني. هدف جميل، هدف رائع. جاب الخير وبودار تسديدة والإصابة الثانية لم يتمكن على إثرها الحارس سوخا عز الدين أن يفعل أي شيء. إنها الإصابة الثانية قبل نهاية الشوط الأول ببعض ثواني فقط. الهدف جاء في الدقيقة 44 من تسجيل ويمضى رقم 10 بودار ويلتهب الملعب وفرحة في المدرجات فوق الميدان وفي كرسي الاحتياط. هذا الهادي عادل هذا هناك عليش يحاول يراوغ وأكلول دلالو وعليش في منطقة عمليات خارج بخير. الإصابة الأولى ورقم 33 يتمكن من إسكان الكرة في شباك. هذا كارا يتمكن إذن في الدقيقة 19 من إسكان الكرة في شباك الحارس سوخا ويلتهب الملعب على إثر الإصابة الأولى التي جاءت في الدقيقة 19 بعد هجوم منسق. شوف العمل الجميل للكابتن دللوا من هناك وعليش بالكعب ممتازة ورائعة. فارس جاب الخير وبباطن القدم وقارة يتمكن امام الحارس سوخا عزيز من اسكان الكرة في شباك مولودي بجاية. هدف مقابل 0 هذا الفريق الذي يضرب ويقصف بثقيل كل مرة سواء داخل الديار او خارج الديار. رائد الترتيب عند دار وشقاق. شوف فرحة عارمة في المدرجات، فرحة كبيرة لدى انصار اتحاد عنابة الذي سيعود من دون شك الى مصاف الكبار بعد المشوار الجيد والنتائج الرائعة المحققة منذ الجولة الأولى. وفي خطأ يقول السيد وشان خطأ. وشوف الإعادة إعادة الهدف من يمضى اللاعب قارة إذن وفرحة كبيرة أمامكم. قارة من مواليد 79 وفرحة كبيرة بينه وبين عليش بودار
فريوة وبقية الرفقاء وعلي بودار من جديد وبباطن قدم. لا 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 عليش يا سلام، عليش والإصابة الثالثة، عليش والإصابة الثالثة. بداية قوية وقوية جدا. وفي الدقيقة الرابعة ها هو سمير عليش أمامكم، وبعد كرة جميلة وعمل رائع من الخط الأمامي بعد هذه الركنية وبعد أخذ الورد. شوف عاطف سعدي، كرة جميلة لبودار وبباطن القدم ممتازة، وفي استقبال الكرة عليش لم يترك أي حظ للحارس لوكا. إنها الإصابة الثالثة والفريق العنابي يقصد بالثقيل 3 دون رد. كيف سيكون رد رفقة رويغية ينطلق رويغية ممتاز حاشي. Et puis finalement, Boukhiari, de la tête, finalement, il aura mis son coup de tête. Et 1-0 pour l'USM Annaba qui réussit. Et au passage, bien sûr, le carton diplomatique de monsieur Boubacar Zouaoui pour vous dans ce match. Et Boukhari. بعد ذلك البديل عبادلي يمرر لمسعود الذي يتمكن من تعديل النتيجة، وفرحة كبيرة جدا عند هذا اللاعب والمدرب سليماني الذي كان موفقا في تغييراته بإقحامه لعبادلي، وكذلك الحارس شريط الذي تألق والآخر في الشوط الثاني. مسعود كان رائعا وببرودة أعصاب كبيرة. بعد ذلك هدية من بلواهم لمسعود الذي يتألق مرة أخرى ويضيف الهدف الثاني ويلتحق بحميدي في ريادة ترتيب الهدافين ويمنح 3 نقاط من ذهب لاتحاد عنابة. والاعتراف كان أيضا من أنصار البوليد. الذي جمع اتحاد مدينة عنابة بالزي الأحمر بشبيبة بجاية كانت لصالح المحليين. عباسي على الجهة اليمنى يراوغ ثم يفتح نويوة حارس شبيبة ينقذ مرماه. رد فعل شبيبة بجاية كان عن طريق بن مقران الذي ينفرد بالحارس لكنه يخفق أمام عبد النوري. الزواني بعد ذلك في هذه المخالفة لكن فوق المرمى. اتحاد مدينة عنابة كان الأحسن خلال هذا اللقاء ولعب كثيرا على الجهة اليمنى لمرمى الحارس نويوة، وهذا دلال ناحية ويشاوي يتوغل لكن في أيدي الحارس. الدقيقة 23 خطأ في دفاع الشبيبة يستغله عباسي، ثم عليم يأتي من بعيد وبقذفة قوية يسكن الكرة شباك الحارس نويوة. رفاق بوعسيدة كمان لم يكتفوا بهذا الهدف وراحوا يهددون مرمى بجاية عن طريق دائما عباسي ناحية دلالو، بدوره يفتح لكن الدفاع يتدخل لإبعاد هذه الكرة. دائما على الجهة اليمنى ويشاوي يقذف أمام خروج الحارس نويوة، لكن بوعون يخرج الكرة برأسه، وإلا لكان الهدف الثاني لصالح الاتحاد، لينتهي هذا الشوط على نتيجة هدف دون مقابل لصالح اتحاد عنابة. الشوط الثاني هذا لم يكن في مستوى الشوط الأول، لكن السيطرة بقت دائما عنابية، وهذا صيفي ينفرد بالحارس يتوغل لكنه يخفق أمام الدفاع. أخطر فرصة لصالح الشبيبة بجاية كانت بعد دخول ولد ربح، هذا الذي يتوغل لكن كرته تنتهي في أيدي الحارس عبد النوري. مباشرة بعد هذا الهجوم هجوم معاكس آخر لاتحاد عنابة، صيفي يستغل خروج نويوة ويوقع الهدف الثاني، كان ذلك في الدقيقة 62 من عمر هذا اللقاء. وكان بإمكان الاتحاد إضافة أهداف أخرى لو أحسن استغلال بعض الفرص كهذه التي كان وراءها عليم الممتاز الذي يفتح ويشاوي بدون ما يوقف الكرة يضيع. دفاع الشبيبة لم يكن في يومه، وهجوم الاتحاد لم يستغل الفرص العديدة التي أتيحت له، وإلا لكانت النتيجة أثقل. هدفين مقابل 0 كانت النتيجة النهائية لهذا اللقاء.
هدفان مقابل صفر لاتحاد عنابة ومركز خامس. الوضعية الجيد، الملعب الجيد لاتحاد عنابة والوضعية الجيدة كذلك للتصوير تعطيان صور جميلة نراها من عنابة. عليم اللي كان قام بالعمل وصيفي يسجل وصيفي رقم 11 يسجل. اذا صيفي في الدقيقه 45 يتمكن من اضافه الهدف الثالث لصالح اتحاد عنابه في مقابله رائعه ممتازه وجمهور ممتاز. شوف العمل اللي يقوم به علي، شوف الفتحه الرائعه ثم صيفي براسيه يتمكن باش يضيف الهدف الثالث لكادع بصير. وكما تشاهدون الوقت انتهى، الوقت الرسمي انتهى 45 دقيقة والنتيجة مسجلة 3 أهداف مقابل هدف لصالح اتحاد عنابة أمام شبيبة الجزائر في مقابلة رائعة وشيقة حقيقة استمتعنا بها ويستمتع بها المشاهد الكريم. من الدخول يقول له سيد بوسناجي لابد من احترام القوانين، انتظار الزويري اذا يخرج ويدخل اللاعب عابد وروح رياضيه من طرف الجمهور العنابي. بزوير يخرج حتى تحت التصفيقات. معوش ياسين ايضا يخرج معوش ياسين وبزوير و3-2 في النتيجة. حتى الآن روح رياضية عالية بين الفريقين. لا باس انه ذكر انه فريق شبيب بجاية عاد 3 مرات خسر مرتين فقط، له 19 هدف وعليه 9 أهداف، في حين فريق اتحاد عنابة آخر هدف سجل في المرحلة الثانية هذه عن طريق اللاعب ولد ربح و3-2 في النتيجة. ويبقى الخطر من قبل دلالو وروح هذه المرة علي ربما الهدف الرابع علي بعد ما لمس الكرة 3 مرات بعد ما دخل يتمكن اللاعب جايب في الدقيقة 43 اللاعب البديل لقنديل. قنديل حقيقة أحسن الاختيار، جايب كمهاجم
شوف كرة جميلة جدا عليم، هذا رقم 7 أرضية كما ينبغي على طابق من ذهب للاعب البديل شايف. وفي المرمى 4 أهداف كاملة مقابل 2 لصالح اتحاد عنابة في مقابلة رائعة مليئة بالأهداف مليئة بالإثارة وجمهور الذهب يستحق كل التقدير. لاعب زكريا يوم في استئناف اللعب، الكرة عند من هناك كاروف لعبود وتبقى الكرة في وسط الميدان. أخوار بين العناصر العنابية، عليم اللي أدى دور كبير ناحية عباسي، نتيجة ثقيلة نوعا ما 4-2 6 أهداف كاملة متع بها الجمهور الحاضر هنا وأيضا المشاهد. ورايا يقول السيد بوسناجي وضعية تسلل للاعب عباسي إذا في وضعية تسلل و45 دقيقة، وإن كان غير إرادي غير متعمد لأنه السيد زكريني يصفر لمسة في الدقيقة 46 لصالح اتحاد عنابة المتفوق لحد الآن بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 وتنفيذ الخطأ من قبل سلاطني اللي راح ينفذ الخطأ. تجمع أمام المرمى الحارس العازل اللي خلف مكان تزوير اللي أشهره الحاكم الزكريني بطاقة ممتازة لنايا جبري ما يوفقش في التمريرة نتاعو بالخلفة وضغط قريب من العناصر العنابية في منطقة البداية والكل ربما ينتظر في الصفارة صفارة السيد الزكريني وإعلانه عن نهاية هذا اللقاء الشيق واللقاء اللي تسم بأهداف كثيرة 6 أهداف 4 لاتحاد عنابة. وهنايا السيد زكريني يعلن عن نهاية هذا المقابلة الرائعة المقابلة الشيقة بنتيجة 4 أهداف كاملة مقابل هدفين لصالح اتحاد عنابة. المقابلة جمعت صاحب الصف الثاني بصاحب الصف الرابع وكانت الغلبة لصالح الصف الرابع أي اتحاد عنابة. نذكر بتسجيل الأهداف فريق شبيبة بجاية كان له الشرف باش يسجل هدف السبت عن طريق اللاعب بوتحوش في الدقيقة 27. اللاعب دلالو تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 ثم بعدها نفس اللاعب في الدقيقة 35 دلالو أضاف الهدف الثالث وفي الدقيقة الثانية وفي الدقيقة الأخيرة صايفي تمكن باش يكمل الفرق تصبح النتيجة 3-1 وفي نهاية المطاف حسان الورقة الرابحة والرابح تمكن باش يخلص النتيجة والجمهور والأهم كل هذا أننا شاهدنا يعني لوحة سيف سائية يعني رائعة جدا. شاهدنا على كل مقابلة في القمة و4-2 مراد. سيداتي سادتي رمضان كريم صحة فوركم نلتقي بكم في فرص أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات حسن والمخرج الزميل عيساوي. اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. السيد إبراهيم قليل اللي يشرف على سلاطني ودللوا صاحب القذفات القوية. راح تكون خطيرة الكرة هذه. دللوا ممتازة اللقطة هذه رائعة. كل كرة في موقع حساس جدا ودللوا بذكاء كبير حتى أرضية بوغرارة ما تمكن حتى شيء. وكذا الفريق والجمهور العنابي يتنفس السعداء في الدقيقة 44. مخالفة منفذة كما ينبغي. دللوا يتمكن من تسجيل الإصابة الأولى. جامعة عنابة أهداف شبيبة القبائل 0 وربما رايح يكون اللعب مفتوح. وشوف الكرة الجميلة جميلة جدا قذفة مصوبة كما ينبغي. ما قدر بوغرارة يعمل حتى شيء أمام قذفة دلالو.
راح تكون المباراة مفتوحة حاليا، وراه يخرج شبيبة القبائل الدفاعية مرة أخرى لإعادة والهدف الجميل، مرة أخرى لإعادة والهدف الجميل، هدف مقابل 0. ونعيش الدقيقة 45 وربما سيد لاكار يلعب في الوقت الإضافي. بذات سيد لاكار يعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتفوق فريق جامعة عنابة. وهكذا تمكن المعز من انباء هدف طريق عباسي لعليم، عليم عن طريق المراوغه ومخالفه لصالحه، مخالفه تقريبا في وسط الميدان وبطاقه اللي يترك اللعب. عباسي الهدف الثاني، عباسي والهدف الثاني، عباسي والهدف الثاني. حقيقة ممتاز عباسي رقم 10 مايسترو حقيقي، يتمكن باش يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 17. كانت العمل كان من عباسي ويشاوي تمكن في الدقيقة 17 من العمل الرائع. ويشاوي وحده تمكن باش يخادع الحارس بوغرارا، وإصابتين دون مقابل لصالح جامعة عنابة والجمهور الغفير والغفير جدا هنا في عنابة. فرحة كبيرة من قبل هذا الجمهور حسن. وهو كذلك عبد العزيز فريق جامعة عنابة عن طريق المايسترو عباسي استطاع باش يضاعف النتيجة، وبالتالي ربما راح نشاهدوا مقابلة أحسن، وبقية اللقاء سنشاهدوا فنيات أخرى، عروض أخرى، وسيكون الجمهور هذا اللي حاضر بقوة من مشاهدة ومتابعة ومعاينة لقطات فنية من فريقين هما فريق شبيبة القبائل، الفريق القوي والفريق ذو التجربة والخبرة والحنكة، أمام فريق شاب، فريق طموح هذا الموسم، ألا وهو فريق جامعة عنابة. وبعد مرور 18 دقيقة مقابلة متوقفة بعد احتجاجات من قبل مدرب فريق شبيبة القبائل كمال موافع. احتجاجات ما فهمناش الأسباب نتاعها، ولكن المقابلة الحكم لاكار اللي مؤدي دوره على أحسن ما يرام. يبدو لي حسن الاحتجاجات على شرعية الهدف، يعني مرة أخرى نتأكد من لقطة نشوف مع المشاهد الكريم إذا كانت هناك وضعية تسلل أم لا. في مكان كردوسي قلب الهجوم، قلت شيء ربما عبد العزيز مميز بالنسبه لفريق جامعه عنابه، ما عندهمش هداف خاص، يعني كل لاعبين تلقى دلالو عنده 6 اهداف، عند تلقى وشاوي عنده اهداف، عليم عنده اهداف، يعني هناك لعب جماعي، طريقه جماعيه في الاداء في التسلل. ثم بوطابيا ما فيش وضعيه تسلل وربما الهدف، وبالفعل وفي الدقيقة 29 المقابلة ستزداد إثارة وحماس، ورايح من دون شك الريتم نتاعها يكون أسرع. بن شرقي في هذه المحاولة وعمور، وربما الرد سيكون أسرع، والحكم يترك اللعب. عباسي الهدف الثاني، عباسي والهدف الثاني، حقيقة ممتاز عباسي رقم 10 مايسترو حقيقي، يتمكن باش يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 17. كانت العمل كان من عباسي ويشاوي تمكن في الدقيقة 17 من العمل الرائع. ويشاوي وحده تمكن باش يخادع الحارس بوغرارا، وإصابتين دون مقابل لصالح جامعة عنابة والجمهور الغفير والغفير جدا هنا في عنابة.
فرحة كبيرة من قبل هذا الجمهور حسن. وهو كذلك عبد العزيز فريق جامعة عنابة عن طريق المايسترو عباسي استطاع باش يضاعف النتيجة، وبالتالي ربما راح نشاهدوا مقابلة أحسن، وبقية اللقاء سنشاهدوا فنيات أخرى، عروض أخرى، وسيكون الجمهور هذا اللي حاضر بقوة من مشاهدة ومتابعة ومعاينة لقطات فنية من فريقين هما فريق شبيبة القبائل، الفريق القوي والفريق ذو التجربة والخبرة والحنكة، أمام فريق شاب، فريق طموح هذا الموسم، ألا وهو فريق جامعة عنابة. العدد الكبير من أنصار اتحاد عنابة الذي كاد أن يصل إلى مرمى العمراني في الدقيقة 7 بعد هذه الفتحة من خلوفي. فلاحي يصوب كرته ما تمرش بعيدة عن القائم. لم تأتي بجديد، وتعلن صفارة الحكم السيد قائد عن نهاية هذه المقابلة بتفوق اتحاد عنابة بملعبه أمام اتحاد الحراش. بسرعة وشريط وهدف ممتاز، توزيعة من شريط ورأسية من اللاعب خمخم أو مخوخ يتمكن من الوصول إلى شباك الحارس الزيتوني في اتحاد عنابة من فتح مجال التهديف. نشوف مرة أخرى صعود فوق الجميع، يوزع رأسية وتبقى الخطورة لصالح اتحاد عنابة. ماذا يفعل ويشاوي بالكرة هذه وتصطدم بالدفاع، عودة وتجمع الدفاع ويسترجع ثم قنيفي لكن ما يقول حتى شيء، وانطلاقة ممتازة في العمق. مخوخ ينفرد بالحارس الزيتوني ويمضي الهدف الثاني بسهولة تامة، يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 36. يتمكن مخوخ من إضافة الهدف الثاني لمصلحة فريقه بعد توقف دفاع فريق اتحاد بسكرة بسهولة. يضع الكرة على الجهة اليمنى من مرمى الحارس الزيتوني. الكرة هذه دللوا ممتازة اللقطة هذه، رائعة، كل كرة في موقع حساس جدا، ودللوا بدهكة كبير حتى أرضية بوغرارة ما تمكن حتى شيء. وهكذا الفريق والجمهور العنابي يتنفس السعداء في الدقيقة 44. مخالفة منفذة كما ينبغي، دللوا يتمكن من تسجيل الإصابة الأولى. جامعة عنابة هدف، شبيبة القبائل 0، وربما رايح يكون اللعب مفتوح. وشوف الكرة الجميلة، جميلة جدا، قذفة مصوبة كما ينبغي، ما قدر بوغرارة يعمل حتى شيء أمام قذفة دلالو. راح تكون المباراة مفتوحة حاليا، وراح يخرج شبيبة القبائل الدفاعية. مرة أخرى الإعادة والهدف الجميل، مرة أخرى الإعادة والهدف الجميل. هدف فاز على شباب مليحة، ربما الهدف. نعم، السيد وساسي يعلن عن شرعية الهدف هذا بعد المغالطة نتاع الحارس مزهر، وكان هدف مفاجئ في الدقيقة 42. العنابيون يتمكنوا من تسجيل إصابة التعادل، ونشوف بعد هذه الفتحة وكيفية تسجيل إصابة التعادل. سلطاني جميل كعادته لفارس جاب الخير، والكرة برت اجتازت الخط، وهدف التعادل لصالح اتحاد عنابة، وفرحة كبيرة في المدرجات كما تظهر هذه الصور. بعد خروج جبلية رد الفعل نتاع اتحاد عنابة كان قوي، وتمكن في الدقيقة 42 من تسجيل إصابة التعادل والديري. اللورا طحنا في لافاسيليتي شويه، والمقابله هذه كانت صعيبه شويه، تما وصلوا الغزلان ما عندهم على يلعبوا. حنا عندنا بريسيون كبيره، فنداني باش نربحوا هنا، باش ان شاء الله نلعبوا على التيتر ان شاء الله. الجديدة من لاعبي كرة القدم في الجزائر سيكون له شأن كبير في المستقبل القريب، خاصة إذا تحلى اللاعب بالصبر والجدية في العمل للوصول إلى أعلى مستوى.
فما هي أمنية عباسي محمد رضا؟ وبوركوا با كيما يقول لك نلعبوا كيما يقول لك لي بريميير بلاص، وهذه امنيتي انايا، امنيتي الكبيره ان شاء الله نمد اسم ونمد صوره ان شاء الله ملاحه كيما يقول لك في التراب الوطني كامل، وربي يوفقني فيها وبارك الله فيك ان شاء الله. عباسي الذي جاء من فريق اتحاد الحجار مجيد. سعدي عاطف طويلة وأمامية صوب الهجوم، عودي بودار يرفع راسه، كرة بينية الهادي عادل، ثم من هناك دلالو وعليش في منطقة عمليات، خارجة بالخير، الإصابة الأولى ورقم 33 يتمكن من إسكان الكرة في شباك، هذا خارة يتمكن إذا في الدقيقة 19 من إسكان الكرة في شباك الخارج سوقا، وينتهي بالملعب على إثر الإصابة الأولى التي جاءت في الدقيقة 19 بعد هجوم منسق. شوف العمل الجميل للكابتن دلالو من هناك وعليش في الكعب، ممتازة ورائعة، فارس بالخير وبباطن القدم، وقارة يتمكن أمام الحارس سوق عزيز من إسكان الكرة في شباك مولودي بجاية. هدف مقابل 0 هذا الفريق الذي يضرب ويقصف بالثقيل كل مرة سواء داخل الديار أو خارج الديار. رائد الترتيب عند دار وشقاق. شوف فرحة عارمة في المدرجات، فرحة كبيرة لدى أنصار اتحاد عنابة الذي سيعود من دون شك إلى مصاف الكبار بعد المشوار الجيد والنتائج الرائعة المحققة منذ الجولة الأولى. وفي خطأ يقول السيد وشان، خطأ. وشوف الإعادة، إعادة الهدف من إمضاء اللاعب قارة إذا، وفرحة كبيرة أمامكم. قارة من مواليد 79 وفرحة كبيرة بينه وبين عليش بودار فريوة وبقية الرفقاء، وهدف مقابل 0 لصالح أبناء مدينة كونا. على كل وبكل روح يفتح جبران فرصة ثمينة أن يزيدوا في حرارة اللعب بعد شبه الفطور الذي يخيم على المقابلين لحد الآن. ومخالفة لصالح إدريس في الجناح الأيسر لاتحاد جامعة عنابة. نفذ الهدف من قطعي، بعد هذه الفتحة الجميلة من إدريس. هدف إذا لصالح اتحاد جامعة عنابة من إمضاء لاعب رقم 10 دقائق بعد هذه الفتحة وهذه الإعادة من إدريس ينفذ المخالفة، وقطعي بضربة رأسية يدخلها مباشرة، وعدم الانسجام بين عناصر تنفذ الركنية ويصل بكل سهولة يخطف الكرة من فوق الرؤوس. والنتيجة هدف مقابل 0 لصالح اتحاد جامعة عنابة أمام شباب ميكاني قسنطينة. وراباتي خرج الكرة بالعسلي طويلة، ما فيش حتى حد، لا بل يلتحق بوكاميا وجغال، ثم إدريس ضربة قوية وقوة أكثر من الحارس. بوكاميا مع مراجي، بوكاميا رجعها للخلف ناحية رفيقه بالعسلي، كرة عالية في اتجاه جغال، يدخل الدفاع يقصها، ثم شعايب يفتح فتحة ممتازة، وقصد سعيد لأخذ العلامة كاملة. هذا الخطأ الذي استغله عليم ليقلص الفارق بعد سوء مراقبة من طرف دفاع الشبيبة، وبعد تنفيذ هذا الخطأ من العمري كان ذلك في الدقيقة 27 من الشوط الأول. هذا الشوط تستسلم بل ضغطت وكان لها هدف ثاني في الدقيقة 28 عن طريق عليم الذي يسجل الهدف الثاني له في هذا اللقاء. لقاء ينتهي إذن بتفوق الشبيبة وبتعزيز مركزها ضمن النخبة، بينما تبقى تمريرات قصيرة والأرضية الزلجة. هادي عادل يحاول الفريق العنابي باش
يقوم بهذا الهجوم الخاطف وانطلاقه من عثماني جميله جدا من عثماني. بودار ارضيه وممتازه والهدف ممتازه ارضيه والهدف ديلمي. الهدف من رقم 17 ديلمي اللي حقيقه هجوم كان جميل. في الدقيقه 13 يتمكن الفريق العنابي بواسطة هجوم منسق عن طريق الثلاثي هادي عادل السبيعي لتنتهي الكرة عند ديلمي الذي لم يترك أي حظ للحارس عاصمي محمد رضا. شوف الإعادة والعمل الجيد لبودار في هذه التوزيعة الأولى. المرة الأولى لم يتمكن منها عاصمي وتجد الكرة ديلمي الذي يتمكن من توقيع الإصابة الأولى في المرحلة الأولى لتصبح النتيجة هدف دون رد أمام ليحة من بودار. ربما راح يكون الهدف فعلا الهدف الأول. الهدف الأول من يونس بعد عمل جيد من بودار. يونس يسجل الهدف الأول لصالح اتحاد مدينة عنابة في الدقيقة 25 من الشوط الأول. هدف كان جميل من يونس بعد الأداء الجيد من بودار. إذن هدف من شوف الإعادة والتمريرة من بودار ناحية يونس اللي يوجد روحه وجه لوجه أمير ومليحة لعوامري. الهدف الثاني والهدف الثاني من عثماني بعد التمريرة من عوامري وهدف ثاني لصالح اتحاد عنابة. هدف كان جميل بتمريرة جميلة من عوامري لعثماني مسجلا هدفا ثانيا. اذا نشوف الاعادة وهدف بعد هذه التمريرة دون انتظار عثماني غلط الحارس بارا ودفاعه وسجل الهدف الثاني لصالح اتحاد عنابة قبل رقم 22. يونس وانطلاقه لبودار. بودار ويونس. يونس وبودار والمحاولة والهدف الثالث. والهدف الثالث جميل جدا. الهدف من يونس رقم 6 بعد دقيقتين فقط من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الحارس بارا من شباب باتنا. إذا تقهقر لدفاع شباب باتنا أمام محاولات عثماني ولاعب رقم 10 بودار وكذلك رقم 6 يونس اللي سجل هدفين اليوم. الهدف الأول والهدف الثالث قوية جدا دون انتظار كذلك ودفاع فريق شباب باتنا يعاني الكثير لكن هادي عادل يتفوق عليه وتبقى الكرة لصالح اتحاد عنابة عن طريق يونس والكرة دائما عنابية لبودار اللي نشوفه وحده على الجهة اليمنى راح يقذف او يفتح مباشرة للهادي عادل. الهدف والهدف الرابع من اللاعب عثماني برأسية جميلة. كان هذا في الدقيقة 43 من الشوط الثاني. تعمق فريق الشباب او اتحاد عنابة النتيجة وتصبح 4 أهداف مقابل هدف. ونشوف الإعادة والتمريرة الجيدة بذكاء جيد لعثماني لبودار ناحية عثماني والهدف الرابع لاتحاد عنابة. 4 أهداف كاملة مقابل هدف واحد. اي وحيد يضيعها وتوصل لويشاوي. انطلق ويشاوي ممتاز يراو عباسي وحده. الهدف الاول لصالح اتحاد مدينة عنابة مع عباسي في روعة. يا سلام هدف رائع جدا من عباسي اللي كنا نقول بانه فعلا لاعب فنان. خروج رائع جدا والتمريرة كم كانت رائعة من ويشاوي واول هدف في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول. هاو الهدف اللي كان ينقص المباراة هذه باش تصبح اكثر رونق واكثر جمال. راح يكون شوط
الثاني احسن. روعه المراوغه من وشوي والتمريره اروع منها ناحيه عباسي اللي يخرج وسط العزيزي ومراقه وما يضيعش هنا امام خروج حمناد. هدف مقابل صفر لصالح فريق اتحاد مدينه عنابه في ملعب 5 جوه. رائعه جدا التمريره من وشوي ناحيه عباسي، روعه يفتح باب التسجيل وكره ناحيه جندار من هناك على الجانب ننطلق التغطيه دائما سكر وخطا ضد جندار. الحكم المساعد يقول 3 دقائق اضافيه راح نلعبها. 45 دقيقه. هدف لصالح اتحاد مدينه عنابه، 0 لصالح المولوديه. هاي الاعاده والتمريره رائعه جدا من وشوي ناحيه عباسي اللي ما كانش في وضعيه تسلل. ربما العداله صح التعبير نوردين، لانه فعلا اتحاد مدينه عنابه كان يستحق الحصول على ضربه جزاء منذ حين. هاو عباسي رجع بالكيفيه رائعه جدا. هم انصار فريق اتحاد مدينه عنابه ومعهم حتى انصار اتحاد الحراش فعلا، لان العنابيين كل ما يحط بهم يحطوا الرحال في العاصمه الا ويمروا عبر الحراش اللي عندهم فيها اصدقاء كثيرين. خطا اخر يقولوا الحكم الرئيسي السيد لو نحو الحصول على اول انتصار له خارج قواعده، وبالتالي اول انهزام لفريق مولوديه العاصمه، ولم يعد هناك اي فريق لم ينهزم بعد 8 جولات من عمر البطوله الوطنيه. الفريق المولوديه هو الاخير اللي ينهزم اليوم فوق ارضيه ميدانه وامام اتحاد مدينه عنابه، امام فريق يلعب كره القدم بكيفيه جميله جدا. المولوديه ربما غياب دوب وغياب بن علي اثر عليه كثيرا، ولكن يبقى وان فريق المولوديه لما يكون منهزم في ملعب 5 جويليا ما يعرفش يلعب ابدا. هنيئا لفريق اتحاد عنابه بهذا الفوز المستحق. الكل يتوجه نحو السيد خلف عبد الكريم اللي الانتصار كان انتصاره اليوم. فريق اتحاد عنابه عرف في نهايه الشوط الاول كيف يفتح باب التسجيل بواسطه الفنان عباسي. هدف نور الدين سلاطني ياسين راح يكون اول انهزام المولوديه، مجهودات كبيره، ولكن عنابه ربما شاطرني في الراي يستاهلوا الفوز. نقول عنابه مبروك عليهم، كانوا يستاهلوا هذا الفوز هذا، وين لعبوا مليح فوتبال. شويه عندنا تعطلنا شويه الارضيه تاع الميدان ما كانتش مليحه، ثقيله بزاف، وين هما كانت عندهم فرصه وين سجلوا لنا غلطه تاع اللاعب وكل شيء. مبروك على عنابه، روح رياضيه كبيره. مبروك على اخوك مراد سلاطني. شكرا حسن ومصطفى، شكرا لك نور الدين. فوز اتحاد عنابه على مولوديه العاصمه. من شاف الوضعيه الان نظن يبقى شباب بلوزداد في المركز الاول، اليس كذلك حسن؟ الى اللقاء في موعد رياضيه اخرى باذن الله. نتمنى التوفيق لشبيبه القبائل في الخرجه الافريقيه طبعا. وعلى ذكر ارضيه الملعب عبد العزيز، يعني ملعب مليح هذه سعيد، والهدف من بعيد يبدو لي رقم 2 عمران. المدافع يتمكن من مخادعة الحارس أسرير في الدقيقة 14، والجمهور العنابي بمدرجات 19 ماي يهتز كرجل واحد، صيحات وهزيمة حالة فوق المدرجات، فرحة عارمة في المدرجات وفوق المستطيل الأكثر. ولنعود إلى إعادة الهدف المباغت اللي يتمكن من إمضاء. شوف المدافع عمران بواسطة هذه القذفة التي خدعت الحارس الممتاز سرير.
ديما استوديو شانات بريزون جروب هوليغان امين الكوب وليد الهر سلامة الشوادي محمد لاكوس الله ربي يحفظ الناس بالرحال سلوى الحسين الجمود الحراج ابراهيم كعلة حاجة شابة سلبوني انت وناس بنكرة رمزي سكني سفيان وجلال بلال الكوافير سمير وناس حي الابطال ولدو عهد امير كالو ديدو بابايا سول عنابي ماشي حراشي شريف والله يهديه